يا أهلا بيكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. الفيلم بيبدأ سنة 1985 مع بنت اسمها ليبي بتكون في المستشفى وهي في حالة صدمة ورجليها مجروحة، وبتقول للمحققين إن بين هو اللي قتل مامتها وإخواتها البنات الاتنين. بيعدي 28 سنة وبتظهر ليبي وهي في الحاضر، وبتقول إن من جواها مش قادرة تنسى ولا تتعايش بسبب يوم المجزرة. والمجزرة دي حصلت وقت ما كان عندها 8 سنين لما مامتها واخواتها اتقتلوا، وفجأة لقت نفسها مشهورة بإنها البنت اليتيمة اللي نجت من مذبحة مزرعة ولاية كانساس، وكانت الناس بيبعتوا لها فلوس علشان تعرف تعيش، وفضلت من غير شغل ومعتمدة على فلوس التبرعات. بعدها بتعرف من المحامي جيم إن ما معهاش غير فلوس قليلة جدا، وكمان متأخرة شهرين على دفع الإيجار، وهي بقى عندها أمل إن الكتاب اللي بيحكي عن المجزرة يتباع أكتر ويجيب لها أرباح، وكمان ممكن يجيلها تبرعات تاني لأن الذكرى السنوية للجريمة قربت. جيم بيقول لها إن الناس أكيد خلاص نست، لأن تقريبا كل يوم في جرائم جديدة، وكمان هي دلوقتي ما بقتش بنت صغيرة زي الأول، فخلاص المفروض إنها مش محتاجة مساعدة ولازم تدور على شغل بدخل ثابت، وبيديها ظرف. بعدها ليبي بتحكي إن جيم كان بيسلمها صناديق مليانة رسايل، ومعظمهم رسايل بشيكات، ولما بتفتح الظرف اللي أخدته من جيم بيكون رسالة من واحد اسمه لايل ويرث، وكاتب لها إن هو متعاطف جدا معاها ومستعد يديها $500 مقابل إنها تحكي له قصتها، وسايب لها الرقم تليفونه. وقتها بتتصل بيه وبتعرفه إنها ليبي بقى بتحكي لما راحت شافت لايل لأول مرة كانت خايفة منه وشكله يبان قاتل متسلسل، ووقتها قال لها إنه متحمس جدا يسمع منها القصة، وهي بقى مش فاهمة هو ليه طلب يشوفها في مغسلة في نص الليل. فبيعرفها إنه هو رجل أعمال والمغسلة دي بتاعته وعنده غيرها، وبيبدأ يحكي لها عن نادي هو عضو فيه وهم مهتمين بالجرايم ومعرفة تفاصيل كل جريمة، والنادي ده اسمه نادي القتل، وهي وعيلتها قضية مهمة بالنسبة للنادي. ومن الكلام بنفهم إن أخوها بن مسجون بقاله 28 سنة، وليبي بتقوله لو هو عايز يقنعها إن بن بريء يبقى أحسن ما يضيعش وقته معاها. لايل بيقول لها إنه هيديها فلوس في مقابل القصة، وكمان تجمع حاجات من طفولتها علشان هتلاقي ناس عايزة تشتريهم، وهم هيعرفوها الطريقة اللي هتحكي لهم بيها اللي حصل. وليبي بتوافق. بعدها بتفتكر إن في سنة 1985 كانت عايشة مع مامتها باتي وإخواتها في بيتهم الريفي، ومامتها كان معاها سلسلة ورثها وكانت بتحب السلسلة دي جدا، وفي يوم كانت بتلعب مع إخواتها البنات، وأخوهم الكبير بن كان لابس آيس كاب على الرغم إن الجو كان دافي، ولما باتي خليته يشيل الآيس كاب استغربوا لما لقوه مغير لون شعره للون الأسود، وأخته ميشيل قالت إن هو شكله بقى يخوفها، وبن اتضايق من رد فعلهم ومشي. بعدها ليبي بتعرفنا إن دي مش أول مرة تاخد فيها فلوس علشان تحضر مؤتمرات أو اجتماعات، وكانت بتعمل كده كصفقة ليها. بعدها بتروح تقابل لايل علشان تبدأ تحكي لهم القصة، وهو بيعرفها إنه هو وأعضاء النادي ساعدوا كتير في حل جرائم، وكمان هم معاهم أعضاء كانوا رجال شرطة، وفي منهم محققين ومنهم محاميين ودكاترة علم نفس. بعدها بيعرف الأعضاء على ليبي وبيقول إن هي الناجية من مجزرة كانساس، وبعدها بياخدها بيوريها مجموعة تانية من الأعضاء وبيعرفها إن هم قربوا يوصلوا القاتل بيتنقل بين الولايات وبيساعد الناس على الموت. فليبي مستغربة وبتسأله يعني إيه بيساعد الناس. لايل بيفهمها إن الناس ملقبينه بملاك الموت، وبيشرح لها إن لو في ناس فاشلة وسمعتهم وحشة ومحطمين ومفلسين هو بقى بيساعدهم على الموت. بعدها واحد من الأعضاء بيقول لليبي المعلومات اللي هم عارفينها، ومن ضمن المعلومات إن ليبي هي أصغر إخواتها وهي اللي قدرت تهرب من شباك غرفة مامتها، وبين أخوها ما قدمش للشرطة حجة غياب وما كانش متعاون خالص مع الشرطة. وليبي شهدت إن هي شافت بن وهو بيرتكب الجرائم بالرغم إن مفيش أدلة كافية إن تم إدانة بن، وكان معروف عن بن إن هو من ضمن جماعة من عبدة الشياطين. وواحدة من الأعضاء بتقول إن في اعتقادها إن القاتل يبقى هو الأب رينر، وإن هو راح لباتي الأم وطلب منها فلوس، ولما الأم رفضت تديله فقتلهم.
ليبي بتقول إن رينر باباها سابهم لما كان عندها 2 وما تعرفش عنه حاجة. واحد من الأعضاء بيقول إن كان في دم على هدوم الابنة ميشيل وما كانش متطابق مع أي شخص من الأسرة. وواحد تاني بيقول إن هدوم ميشيل كانت من التبرعات. والمدعي العام قال إن الدم ده ممكن يكون من صاحبة الهدوم. وواحدة بتسأل ليبي هي فاكرة إيه كان رد فعل مامتها على فضيحة كريسي كيتس، لكن ليبي ما تعرفش مين كريسي أصلا. لايل بيعرف ليبي إن هي ذكرت اسم كريسي في الكتاب اللي بيحكي عن قصتها. ليبي بتقول لهم إن مش هي اللي كتبت الكتاب ولا حتى قريته. وواحدة بقى من الأعضاء اسمها ماجدة، ودي شايفة إن بين بريء وعايزاه يخرج، وشايفة إن هو شخص كويس وبيرسم وبيكتب شعر، يعني مستحيل يكون قاتل. وقتها بقى لايل بيعترف لليبي إن هم فعلا كلهم مقتنعين ببراءة بن ولازم تساعدهم علشان فاضل 3 أسابيع والمحكمة تتخلص من ملف قضيته، ولو ده حصل مفيش حد هيقدر يدافع عن بن. لكن ليبي بتقول لهم إن لو بن بريء ليه ما فكرش حتى إنه يطلب استئناف. ماجدة بتقول لها إن بن فضل يطلب استئناف 8 سنين لحد ما فقد الأمل. لايل بيترجى ليبي تساعدهم، لكن ليبي بتحس إن دي مؤامرة ضدها وبتكون عايزة تمشي. ماجدة بتتعصب عليها وبتقول عليها إن هي شخصية كذابة، وليبي بتقول لها إن هي بتتكلم ببساطة لأنها ما تعرفش إيه اللي حصل في الليلة الملعونة. وبعد ما بتروح بتفتكر ليلة الجريمة لما سمعت ضرب نار ومامتها كانت بتصرخ وبتقول لهم يهربوا، وسمعت بين بينادي عليها، فهي نطت من الشباك ورجلها اتجرحت واستخبت في الكوخ واتصلت بالشرطة. قالت لهم إن كلهم ماتوا. وبتفضل ليبي خايفة من اللي حصل لحد دلوقتي. بنرجع فلاش باك وبيظهر بين وهو قاعد مع مجموعة شباب وبنات وبيقول لهم إن هما لازم يقتلوا علشان يقدموا أضحية للشيطان. وفي يوم باتي جالها جو تبع الحكومة وعرفها إن هي مديونة للحكومة، ولو ما دفعتش الديون هياخدوا منها المزرعة، ولو باعت كل الحيوانات والمحاصيل اللي عندها برضه مش هتجيب الفلوس اللي عليها، وإنها لازم تتصرف. واقترح عليها إن هي بقى تتسول تقتل تسرق، المهم تدفع ديونها. في الحاضر ليبي بتقابل لايل وبتقوله إن هي فكرت كتير، وبتسأله لو قالت لهم تفاصيل القديمة كلها هل النادي هيدعمها بالفلوس؟ فلايل بيسألها هي غيرت رأيها؟ ليبي بتفهمه إنها مش هتغير رأيها في إن بن هو القاتل، لكن هي محتاجة للفلوس ومستعدة تقدم 3 أسابيع من حياتها للنادي قصاد الفلوس. لايل بيسألها هي فعلا مش بتتواصل خالص مع رينر. ليبي بتأكد له إنها ما تعرفش حاجة عنه. لايل بيقول لها برغم إن هو مش مقتنع إن رينر هو القاتل، لكن هتكون فكرة كويسة لو عرفوا يوصلوا له، وبيديها $300 علشان تروح تزور بين في السجن، لكن هي بتطلب 500 كمان كسلف علشان تخرج عربيتها من مكتب الحجز اللي بقالها 6 شهور مرهونة. فلايل بيديها الفلوس والليبي بتوعده إنها تبقى تزور بن. بعدها بتستلم عربيتها، ولما بتقف قدام السجن بتفتكر لما كانت واقفة قدام القاضي وكانت بتحكي له إنها تقريبا شافت بن واقف قدام مامتها وكان موجه عليها البندقية. بعدها بتدخل تزور بن وبترجع تفتكر لما بن قال للقاضي إن الشياطين مخليينه معتقد إنه صح، لكن الحقيقة إن كلهم في الأساس حيوانات. في الزيارة بقى بن بيفرح قوي بيها وهي بتعرفه إن في مجموعة من الناس مصدقين إن هو بريء، لكن بن مش بيهمه وبيقول لها إنه كان بيفكر طول السنين اللي عدت، وبيعرفها إنه اتعلم من السجن لحد الشهادة الثانوية وهو في طريقه علشان ياخد الشهادة الجامعية. ليبي بتقوله إن شكله متغير وما كانتش متخيلة إن شكله هيكون كده ولا إن هو كمان يعملها كويس. وبتسأله رينر جه زاره أو يعرف هو فين. بين بيقول لها إن آخر رسالة جات له من رينر قال له إن هو قاعد في فندق في بيرت، ولما ليبي بتسأله عن وشم في دراعه بيعرفها إن ده اسم بنت كان بيحبها قبل ما يتسجن وكان عايز يتجوزها. وبين عارف إن هي جاية تسأله هو قتلهم ولا لأ، لكن ليبي بتقوله إن هي مش جاية علشان كده ومتأكدة أصلا إن هو اللي قتلهم. لكن بين بيقول لها إن مش هو القاتل، وبيحكي لها إنه وهو صغير ما كانش قريب من حد، حتى بيته كان كلهم بنات وهو كان الولد الوحيد في وسطهم، وفي المدرسة ما كانش فيه حد بيحبه، حتى في المحكمة الكل كان خايف منه. وبيوصف نفسه بأنه هو ولد غبي، لكن ما قتلش مامته ولا ديبي ولا ميشيل. وهي بتسأله طب ليه ما طعنش في الحكم؟ بين ما بيردش عليها فبتغلط فيه وبتسيبه وبتمشي. بعدها بين بيفتكر حبيبته ديو وكانت هي أكبر منه، وبيفتكر لما سألته يعرف البنت الصغيرة اللي اسمها كريسي، وبين قال لها إنه يعرفها
وإن هو كان بيساعدها في الرسم وإنها طفلة من ضمن الأطفال اللي بيساعدهم علشان المدرس بتاعه هو اللي طلب منه. وديو عرفته إن في إشاعات بتقول إن الشرطة بتدور عليه بتهمة إنه اعتدى على البنات الصغيرين اللي بيعلمهم الرسم، لكن بين أكد لها إنه ما عملش كده. بعدها ديان صاحبة باتي مامتهم راحت لهم البيت بهدايا كتير، وباتي حكت لها إن هي زعلانة جدا لأن المزرعة هتروح منها، وديان قالت لها إن هي مضيعة حياتها في المزرعة ومش سايبة لنفسها فرصة تعيش حياتها، وكانت المفروض تدخل الكلية. لكن باتي بقى حابة تعيش في المزرعة لأن هي ورثتها من مامتها وباباها. في الوقت ده ديو قالت لبن إنها حامل، وسألته هو متأكد إن ميشيل ما تعرفش خبر حملها علشان هي بتكرهها، ولو ما بطلتش تتكلم عنها في المدرسة باباها هيقتلهم هما الاتنين ولازم يسيبوا البلد قبل ما حد من أهلهم يعرف. بس المشكلة بقى في الفلوس، وديو اقترحت عليه ياخد فلوس من رينر، لكن بن قال لها إن رينر مش غني لأن شغله يدوي. وقتها ديو قالت لصاحبهم تيري إن بن ما يعرفش أي حاجة عن رينر، وتيري عرف بن إن رينر شغال في المخدرات ومعاه فلوس كتير، وديو رجعت تقنعه إن هما يلجأوا لرينر علشان ياخدوا فلوس ويهربوا. وفي الحاضر بقى لايل بيعرف ليبي إن وقت الجريمة كان فيه مراهقين كتير من عبدة الشياطين وكانوا بيعملوا جرايم كتير، واللي كان منهم بن. علشان كده وقت المجزرة الشرطة محققتش، وأول ما هي قالت إن بن هو القاتل ما فكروش تاني في القضية، وبيديها ملف القضية علشان تقراه. ليبي بقى بتسأله لو بن بريء فمين القاتل؟ لاير رأيه إن القاتل هو لو كيتس والد كريسي، وخصوصا لما عرف إن هو عنده تاريخ من العنف، وبيسألها هي برضه ما تفتكرش مين كريسي، فليبي بتعرفه إنها ما سمعتش الاسم ده وهي صغيرة. لما ليبي بقى بتروح بتحكي إنها بتفتكر بين وهم صغيرين وكأنه كان كيان شرير في البيت، ونسيت إن هو أخوها اللي ما يقدرش يقتل زي ما هي قالت. وفي ملف القضية مش رابطين علاقة بين وكريسي بالقضية، لكن الغريب بقى إن البنات الصغيرة تراجعوا عن أقوالهم، وعيلة كريسي ما وجهوش أي اتهام لبن. ونادي القتل لقوا مامة كريسي في كنساس لكن رفضت تتواصل معاهم، وبتلاقي رقمها فبتتصل بيها وبتقول لها إن اسمها ستيفاني وإن هي صديقة قديمة لكريسي، لكن الأم بتفهم إن ليبي بتكذب عليها وإنها تبع نادي القتل. ليبي بتفضل تنكر لحد ما الأم بتصدقها وبتعرفها إن هي اتجوزت تاني، واتصالاتها بكريسي وباقي العيلة قليل جدا. وليبي بتسألها إزاي توصل للو والد كريسي، فمامتها بتعرفها إن هو هيكون موجود في البار وبتديها عنوان الشغل بتاع كريسي. بنرجع تاني للماضي مع المحقق لما قال لباتي وديان إن في 4 بنات قالوا إن بن اعتدى عليهم في المزرعة وقال لهم إن هو بينفذ طقوس عبدة الشياطين. ديان سألته عنده شهود، المحقق قال إن هما لقوا مذكرات بن في الخزنة بتاعت كريسي. بعدها باتي وديان راحوا لكريسي البيت، والمحقق خلى كريسي تحكي قدامهم كل اللي حصل من بن، وحكت إن هو فعلا اعتدى عليها. ولما كريسي عرفت إن باتي تبقى مامة بن انهارت وقالت لهم إن هما في خطر. ولو عرف باتي إن الشرطة بتدور على ابنها بن، وفي الوقت ده باتي أصلا ما كانتش تعرف مكانه. وفي الحاضر بقى لايل وليبي بيروحوا البار، والبار ده كريسي شغالة فيه فتاة ليل، وكريسي بتحكي لهم إن بن دمر لها حياتها، وبتوصف لهم الأوضة اللي كانت بتروحها مع بن، وقالت إن عيلته كلهم عبدة شياطين وهي أصلا ما تعرفش إن ليبي تبقى أخته. وبتقول إن باباها كان نفسه يقتل بن قبل ما هو يقتل عيلته، وقبل ما بيمشوا ليبي بتغلط فيها لأنها بتكذب وبتعترف لها إن هي تبقى أخت بن. تاني يوم ليبي بتروح لبيت المزرعة بتلاقي مذكرات ميشيل، وفي آخر فترة كانت بتكتب كتير عن ديو وبتوصف ديو بكلام يدل على إن سمعتها مش حلوة، وبتلاقي في الورق جواب من ديو. وليبي مش فاكرة إن بن كان عنده حبيبة. وفي الماضي بقى ديان وصلت باتي للمزرعة وشافوا إن رينر جايب عربية جديدة رغم إن هما كانوا عارفين إن رينر عاطل. ولما باتي لقيته قاعد مع البنات طلبت منه يمشي وإنه ما كانش المفروض يدخل البيت من غير إذنها. رينر كان جاي علشان ياخد منها فلوس بيع المحاصيل، لكن باتي عرفته إن الفلوس كلها اتصرفت وهو ما صدقش إنها مفلسة زي ما قالت، وكان عايز فلوس علشان يوصل لتكساس. وباتي عرفته إن بن في مشكلة كبيرة وهيحتاج لمحامي، والبنات وقتها كانوا واقفين وسمعوا كل الكلام، لكن رينر وقتها ما همهوش وسألها تاني على الفلوس، وكان عايز يسرق منها السلسلة بتاعتها علشان يبيعها، لكن باتي منعته ووقتها هددها إنه هيخليها تندم. في الحاضر بقى ليبي بتروح لرينر الفندق اللي بن قال لها إنه قاعد فيه، والمدير بيعرفها إن رينر مشي من مدة علشان هو رفض يخليه يشرب في الفندق،
وهو دلوقتي قاعد في مكان النفايات مع الناس اللي ملهمش بيوت، وفعلا بتروح هناك وبتقابله وبتطلب منه يحكي لها الحقيقة عن يوم المجزرة. ورينر بيقول لها إن هو كان لازم يعرف إن بين في خطر من وقت ما شافه مع تيري وكيل المراهنات. رينر بيضربها علشان تديله فلوس، وهي بتبعده عنها وبترجع تسأله إيه هي الحقيقة. فرينر بيقول لها إنه مش فاكر، وبيسألها هي سمعت حاجة عن ديو، وبيكون سامع إنها اتقتلت في نفس الليلة، وبيعرفها إن ديو كانت حامل من بين. وفي الماضي بقى بين وديو وتيري راحوا لرينر، ورينر كان مديون لتيري، وتيري قال له يدي البين فلوس علشان ما يقتلهوش، وبين عرفه إن ديو حامل. بعدها التلاتة وقفوا في الشارع، وديو وتيري فضلوا يشربوا مخدرات، وبين ما كانش فاهم هما بيعملوا إيه، لكن تيري أقنعه إن هو يشرب معاهم. وبعدها ديو قالت لهم إن هما حضروا قربان للشيطان، وهي وتيري دخلوا على المزرعة وفضلوا يقتلوا في الحيوانات، وديو أقنعت بين يعمل زيهم. وفي الحاضر بقى ليبي بتزور بين تاني، وبتسأله فين ديو وفين ابنه. بين بيقول لها تنسى ديو. لما بتسأله عن تيري بيعرفها إن تيري شهد في المحكمة وما يعرفش عنه حاجة، وهو هيسامحها على كذبها علشان كانت لسه صغيرة. وفي الماضي باتي لقت بين معلق أشكال كتير غريبة وكأنها شكل الشيطان، وعنده كتب بتتكلم عن الشيطان، ومعلم على جملة بتقول اقتل الطفل وأمه وابحث عن المزيد واقتل وكرر ذلك. ولقيته مخبي هدوم بيبي وحرقتهم. بعدها جو اتصل بيها وقال لها إن في حل علشان تدفع ديونها. في الحاضر بقى لايل بيعرف ليبي إن ديو مفقودة من 19 أكتوبر سنة 1985. بعدها كريسي بتجيلها وبتحكي لها إن بين كان بيديهم دروس الرسم، وهي اتعلقت بيه جدا وارتبطوا. وبعد فترة سابها أسبوع، وبعدها كانت في حفلة مع صحابها وقلدت قدامهم كل اللي عملته مع بين. وفجأة لقيت كل الناس بتتكلم إن بين اعتدى عليها، وده لأنها كانت أصغر منه بكتير، وهي وصحابها ألفوا قصة إن بين من عبدة الشياطين. في الماضي بقى باتي قابلت واحد قال لها إن عنده فرصة علشان تساعد عيلتها، وبيديها ورقة وقلم. وبعدها رجعت البيت وفضلت تبص على بناتها وهي بتعيط. وفي الحاضر ليبي ولايل بيقابلوا تيري، والليبي بتسأله هو وبن كانوا فعلا من عبدة الشياطين. تيري بيقول لها ده كان زمان لكن دلوقتي لأ. ولما بتسأله عن ديو بيعرفها إن هي كانت دايما بتهرب من أهلها، والمرة دي هربت من سنين لكن ما رجعتش تاني، وكانت مشهورة باسم بولي. ولما لايل بيبحث عن الاسم بيعرف مكانها وبتكون موجودة في ولاية تانية. في الماضي بقى ديو عرفت بن إن الناس كلها بقت بتدور عليه مع الشرطة، وهي معاها $200 وهو لازم يتصرف في أي فلوس ويسافروا حالا. وعرفها إنه هيروح بيته ويسرق فلوس باتي، وهي هتيجي معاه ويهربوا من هناك. في الحاضر بقى ليبي بتقابل ديو وبتسألها عن الحقيقة، فديو بتحكي لها إن الليلة دي كانت مع بن وكانوا عايزين يهربوا من المدينة، وراح لبيتهم علشان يجيب الفلوس، وبعد ساعتين مرجعش. ففهمت إن أكيد في حاجة حصلت، وتاني يوم عرفت بالمجزرة فسابت المدينة، ومحدش بقى يعرف الحقيقة غير بن. ولما ليبي بتسألها عن الجنين وقتها بتيجي بنت وبتقول لها إن هي موجودة. وفي الماضي بن وديو بيفتشوا على الفلوس، وديو كانت شاربة مخدرات ومقصرة عليها. ووقتها ليبي صحت من النوم ودخلت لباتي، وميشيل دخلت على بين وديو أوضته وفضلت تصرخ علشان كل البيت يصحى، وديو فضلت تضربها وبين كان بيبعدها عنها لحد ما ديبي شافتهم. في الحاضر بقى ليبي بتشوف كريستال بنت بن وبتقول على نفسها سر حب الطفولة. وقتها لايل بيتصل بليبي وبيقول لها إنه عرف القصة كاملة، وبيفكرها بملاك الموت وهم وصلوا له وعرفوا منه إنه بيقتل الشخص المديون وبيخليها تبان كأنها حادثة أو جريمة قتل. والمفاجأة بقى إن باتي مامتها اتفقت معاه إنه يقتلها في ليلة المجزرة. ليبي بتطلب منه إنه يجي ياخدها، وليبي بتدخل أوضة ديو وبتتفاجئ لما بتلاقي عندها السلسلة بتاعت باتي فبتاخدها، وهي وماشية كريستال بتيجي من وراها وبتخبطها على دماغها. وفي الماضي ملاك الموت قتل باتي، وفي نفس الوقت ديو كانت بتخنق ميشيل، وقبل ما باتي تموت نادت على بناتها وقالت لهم يهربوا، لكن ملاك الموت قتل ديبي. وبن اتصدم لما شاف باتي وديبي مقتولين، وملاك الموت هرب وديو قتلت ميشيل. وفي الحاضر بقى كريستال بتضرب نار على ليبي لكن هي بتلحق تهرب من الشباك. وفي الماضي ليبي فكرت إن بين هو القاتل علشان وهي بتهرب من الشباك حاول يوقفها، وديو كانت بتقنعه إنه ما يحاولش يجيب ليبي علشان هو يورث فلوس التأمين لوحده.
ويهربوا هما ببنتهم، لكن بين وقتها خرج يدور على أخته ليبي، ووقتها ديو سرقت السلسلة بتاعت بيتي. وفي الحاضر بقى ليبي بعد ما هربت بتستنى لايل في الغابة لحد ما جالها وعرفها إن ديو وبنتها هربوا هما كمان من البيت. وتاني يوم بيعتقلوا ديو بتهمة قتل ميشيل، وبين كمان هيطلع قريب. وملاك الموت مسجون، وكان بيمضي ضحاياه على استمارة علشان يكون إثبات إن هما اللي طلبوا منه، وكمان رسالة لأقرب حد ليهم. وفعلا باتي كانت كاتبة لأطفالها رسالة واختارت إنها تموت علشان الأطفال ياخدوا فلوس التأمين. وبين بياخد براءة وبيخرج، وبيقول لليبي إن ديو كانت متأكدة إن ليبي هي اللي هتوقعها، وهو بقى عايز يدور على بنته. وبيقول لليبي إنه سكت 28 سنة عن الحقيقة علشان بس يحاول يحمي بنته، لكن دلوقتي عارف إنه كان غلطان. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. قولولنا بقى إيه رأيكم في تصرف بن، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.